هقولك النهاردة احلى طاجن فول بالبيض هتقدري تعمليه لسحور رمضان حلو قوي. تغيير كده في شكل البيض وشكل الفول لوحده، كل واحد لوحده. انا عملته هنا في طاجن يدخل الفرن، شكله حلو قوي ووشه كده محمر وجميل، ما فيش اي اضافات ولا جبن ولا بشاميل ولا اي حاجة، ده بيض، فول بالبيض، طاجن كده خطير في الفرن، معاه شوية خضار شوية عيش. هتزودي طبعا الجبن اللي عندك او كوباية الزبادي دي براحتك، الاضافات التانية، بس الطاجن الاساسي النهاردة الفول بالبيض. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندي وok كده على النار او طاسة تحبي اي حاجة طبعا، معاه شوية زيت ومعلقة صغيرة كده من السمنة البلدي، وهنضيف بقى كده بصلاية مقطعينها كده صغير. نبدأ بقى نشوح الكلام الحلو ده مع بعض بالشكل ده. بصوا كده نشوحه تشويح كويس لغاية لما البصلاية تدبل عندنا. طبعا بعد ما البصلة كده تدبل هنقطع فلفلة خضراء. طبعا انا كان عندي هريسة فلفل اخضر بالثوم شايلاها عندي كده في الفريزر جاهزة، وطبعا انا قلت لكم الهريسة قبل كده الحمراء والخضراء في فيديو عندي على القناة، لو تحبوا تدخلوا وتشوفوها. تغنيكي طبعا عن تقطيع الفلفل الاخضر بالثوم او كده، يعني بدل ما اهرس الثوم واجيب بقى فلفل اخضر واقطعه، الهريسة ديت تغنيني ان انا اعمل الخطوة دي. لو ما عندكيش الهريسة طبعا هتقطعي فلفلة خضرة وفصين من الثوم المهروسين. بعد ما نشوحهم كده شوية على النار هقطع كده برضو طماطمية صغيرة مكعبات كده، ونبدأ بقى نشوحهم مع بعض. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، الملح ورشة حلوة قوي من الكمون عشان الفول طبعا اهو، وكمان رشة صغيرة من الفلفل الأسود. نخلط الكلام الجميل كله ده مع بعض ونسيبها ونغطيها تسبك معانا شوية. خلطة حلوة قوي لطاجن الفول بتاعنا، هتنقله لنقلة تانية خالص. طبعا بعيدا عن الطعم التقليدي الفول العادي. مفيش كده دقيقتين هتلاقي الطماطم عندك خلاص تمام اتسبكت وبقت تمام. نبدأ بقى نضيف الفول. انا كنت مدمسة فول عندي طبعا، بس ممكن تضيفيه حبوب زي ما هو. انا طبعا هرسته كده في الكبة، لانه طبعا القولون والحاجات دي ما مش هتستحمل طبعا حبوب الفول كاملة، فانا هرسته بالشكل ده في الكبة، يعني ضربته كده ضربتين في الكبة. فول البيت مالوش يعني غنى عنه، في البيت احلى فول واحلى طعم واحلى تدميس طبعا، احلى كتير من اللي بره. اعمليها في البيت، وكمان الحاجات دي كلها عندي على القناة لو تحبي تشوفيها. وبس كده هنقلب الخضار مع الفول بالشكل ده. طبعا لو احتاج ملح او اي بهارات تانية هتزودي طبعا بتدوقيه وبتعرفي طبعا الحدق بتاعك. ونسيبه بقى يسخن الكلام كله ده مع بعض. زي ما احنا شايفين انا هرسته علشان بس الفول وقشور الفول ده تبقى صعبة قوي مع القولون. وبس كده بقى الفول عندي جاهز وجميل جدا. هنضيف هنا، انا بحب اضيف له كده معلقة كبيرة كده من الطحينة او وعصرة من الليمونة الكاملة. ممكن ما تضيفيش الطحينة ديت، انا بضيف بس الليمون اساسي، بس الطحينة ديت يعني بتدي كده طعم حلو برضو للفول بتاعنا، تديكي كده نكهة حلوة. ممكن تستغني عنها، بس الليمون ده اساسي. بعد ما تخلصي الفول تماما وهتطفي عليه، ضيفي بقى عصرة الليمونة ديت علشان يفضل الليمون طعمه باين في الفول بالشكل ده، ونقلبه كويس جدا ونطفي عليه النار، وكده يكون الفول معانا استوى وجميل وجاهز على الطاجن. معايا الطاجن ده بيدخل الفرن، اي طاجن عندك طبعا، اي صينية، اي طاجن فخار، اي حاجة، اهم حاجة ان هي تدخل الفرن. نبدأ بقى نحط كمية الفول بتاعتنا كلها في الطاجن ده بالشكل ده عادي جدا اهو. وبس كده هجيب بقى عدد البيض اللي يريحك، طبعا 3 4 2 1 على حسب حجم الطاجن اللي عندك وقد ما يشيل. هنزل كده البيض بتاعنا كامل بالشكل ده، وعليه بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود.
زي ما احنا شايفين اهو، رشة من الفلفل الاسود كمان، وهرش كمان رشة بسيطة كده من البابريكا. البابريكا بتخليه ياخد لون حلو قوي. وطبعا نكون فاتحين الشواية. بصوا، رشة كده بسيطة من البابريكا المدخنة بتدي لون وطعم حلو للبيض على الوش كده، بس كده. ممكن تقلبيه بشوكة لو مش عايزاه كامل يعني، بس انا سبته كده ودخلته في الفرن تحت الشواية. مفيش كده كام دقيقة لقيته طلع بالجمال ده. وما تخافيش، كل شوية اضغطي عليه بالشوكة، ولو ما استواش هدي الشواية ودخليه تاني لغاية لما تلاقي انه كمية البيض عندك استوت واخدت لون حلو قوي. وبس كده كان عندي طاجن شكله حلو وتحفة، تغيير كده عن الفول التقليدي. طبعا الطاجن ده بنشوفه في المطاعم بصراحة بأرقام، بس احنا بنعمله في البيت بكل سهولة، مش محتاج اي حاجة. اهو البيض عندي مستوي تماما وزي الفل. ممكن تعمليه كمان لو عايزة لكل واحد، عندك طواجن صغيرة كل واحد البيضة عليها واحدة بس، مع كمية فول بسيطة، وقدام كل واحد طاجن صغير ياكلوا ويخلصوا بألف هنا. وده كانت طريقة الفول، طاجن الفول بالبيض، جميل جدا، جربوه لذيذ هيعجبكم ان شاء الله. وكمان هيبقى شكله حلو قوي على سفرة السحور، حلو قوي. نقطع بقى شوية خضار كده جنبهم، مفيش غنى عن الخضار ده طبعا في السحور. شوية عيش بقى حلوين كده، وعايزة اي اضافات تانية هتحطيها مع جنب الطاجن الفول ده. وبس كده، دي كانت طريقتي لطاجن الفول بالبيض. احلى حاجة طبعا في السحور طبق خضار، علشان والزبادي طبعا ده مهم جدا عشان القولون والمعدة. وتغيير كده عن شكل الطاجن التقليدي للفول. طبعا تقدري تغطيه لغاية لما تقدميه كده عشان يفضل سخن بالشكل ده اهو، تمام وجاهز ومستوي على الاكل. وجميل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. طبعا تغيير للفول العادي كل يوم ان هو شكله التقليدي المعتاد. في فول وفي انواع كتير قوي من الفول بيعملوه باللحمة المفرومة، بالسجق، بلحوم كتير، بأصناف وأنواع كتير، بس احنا عاملينه بحاجة كده بسيطة وسهلة. ان شاء الله يعجبكم. وده كان سحور جميل جدا وبسيط، مع شوية العيش بقى والخضار زي ما احنا قلنا. وحابة تضيفي اي اضافات طبعا جنبه، شوية الجبن او انواع من اي نوع جبن تفضليه، او طبعا الزبادي. وده كان فيديو جميل النهاردة، واشوفكم تاني ان شاء الله، مع السلامة.